ما زلنا في سيوة. طبعا المكان ده المكان اللي بيتسكن فيه السواح او السائحين زي ما بيقولوا. ماشي، حاجات كده على الطريقة البدائية بجد جميلة جدا. ده الفندق اللي المفروض الفندق اللي انا متسكنة فيه. هنتفرج اكتر، هناخد خلفية الاول بالصور كده والاشكال الجميلة. على ما اعتقد ان ديت الاستراحات اللي موجودة لما يكونوا عايزين يسهروا بالليل ولا حاجة. ده الفندق يا جماعة. طبعا قدامه جنينة. فنادق في سيوة على الطريقة، تحس ان احنا كده قاعدين في بيتنا، بيت في الريف. كل حاجة فيه جميلة صراحة. السلام عليكم. اهلا بيك في قناة معمر. بجد سعيدة جدا ان انا مع حضرتك النهاردة. بس عايزين في حتة فيها اضاءة اكتر شوية. انت شكلك مش سيوي. لا انا من القاهرة. انت من القاهرة؟ حابب الشغل في سيوة؟ اكيد. متعهد بقى يعني؟ الدنيا ضلمة برضو. نطلع في النور شوية. نطلع في النور شوية. كده تمام. كده تمام زي الفل. بقالك كام سنة بتشتغل هنا في؟ حوالي 6 أو 7 سنين. 6 أو 7 سنين صح كده؟ خلاص بنيت أسرة هنا ولا؟ لا انا باجي وبمشي، يعني بقعد هنا فترة بعد كده برجع. تشتغل قد ايه واجازة قد ايه وكده؟ يعني ممكن مثلا نص الشهر هنا ونص الشهر في بيتي. سيوة حلوة؟ سيوة جميلة جدا، هادية جدا. تحس ان احنا قاعدين كده في مكان فيه هدوء وسلام نفسي مش طبيعي. الفندق بحس ان هو عبارة عن بيت عيلة. مظبوط. هو صح كده؟ ده بيت يعتبر بيت الحاج سنوسي. ايوه. هو صاحب المكان، هو عايش في المكان هنا، بيته موجود. ايوه. ودي غرف اضافيه هو عاملها للضيوف اللي بيجوا. ايوه. لو انا جايه من غير رحله. تمام. مثلا بتبقى الغرفه باخدها في حدود قد ايه؟ يعني زي مثلا كده في اسكندريه والقاهره والاماكن. لو غرفه فقط يعني. بيبقى الرينج في حدود هنا في المكان عندنا من 400 ل 500 في 400 في الليل. مش كتير في منطقه بدائيه يعني مثلا او كده. لا هو ده عشان يعني هو سعر الإقامة هنا تكلفته عالية شوية، لأن في خدمات بتتوفر زي المية مثلا وجودها هنا صعب شوية. طبعا ده يبقى شامل الفطار، وده تبقى الغرفة للفردين أو 3 أفراد. طب هي المية عبارة عن إيه؟ المية هنا كلها أبار. كلها أبار. ممكن تطلع مالحة؟ أحيانا بتطلع مالحة. تطلع مالحة صح كده؟ طيب. بس هنا المية عذبة بتطلع مالحة. بيجيلك أجانب ولا كلنا مصريين كده؟ بيجي أجانب كتير طبعا. بتحب يعني بيحبوا المكان هنا رغم البساطة؟ أكتر ناس بتتبسط هنا هي الأجانب. هم بيحبوا جدا الجو البسيط والجو البدائي. بالنسبة لهم هم أصلا جايين عشانه مخصوص. أصلا عشان هم عندهم كل التكنولوجيا. فبييجوا يدوروا على الحاجة البدائية. الناس بتيجي عشان تفصل يعني. الناس بتيجي هنا عشان تفصل. الموسم بتاعكم الصيف اكتر ولا الشتاء ولا البدايه بقى من دلوقتي؟ ده مختلف عن ده خالص. في الشتاء ده سياحه. الناس بتيجي تشوف المزارات وتنزل المزارات تطلع السفاري. ده في الشتاء من اول تقريبا شهر 10 لحد اخر شهر 5. في الصيف ده السياحه العلاجيه اللي هي سياحه الردم، بتبدا من يوم 15/6 لحد 15/9. سياحه علاجيه. ده الناس بتيجي. ممكن تديني نبذه عنها؟
ده بيبقى اللي هو سياحة المردم او اللي هو الدفن العلاجي. بيبقى في صحراء بحر الرمال الاعظم هنا. الناس بتيجي تعمل جلسة علاجية، بتبقى 3 جلسات خلال 3 ايام. بيدفنوا في الرملة على عمق تقريبا نص متر لمدة تقريبا تلت ساعة أو نص ساعة. فعلا في نتائج شفاء من هي بتعالج أمراض كتير، أغلبها أمراض متعلقة بالعظام زي الروماتيزم والروماتويد، آلام المفاصل، آلام العمود الفقري، كل الحاجات المتعلقة بآلام المفاصل أو آلام العظام هي بتعالجها، وبتعالج بعض أمراض الجلدية برضه. فكرت تعملها؟ عملتها؟ كنت هعملها السنة دي، بس للأسف كان الوقت بتاعي ما كانش مناسب يعني. نصحتي بيها حد من حبايبك واصحابك واهلك وكده؟ بيجي عندنا ناس كتير جدا كبار سن وهم ماشيين، بيبقى الكلمه اللي كل الناس بتكررها ان هو حاسس ان هو رجع شباب تاني. رجع شباب. مش ممكن يكون ايحاء نفسي مثلا ولا حاجه؟ هو عموما الردم يعني ليه اثار ايجابيه طبيه معروفه، لان اغلب المرادم هنا واغلب اماكن العلاج مرخصه من وزاره الصحه ان هي مكان للعلاج البيئي. هما دلوقتي بيقولوا احنا هنروحهم اسمه ايه، الجبل ايه؟ جبل الموتى. في ميه اللي احنا، عشان انا كده لابسه المايو عشان هروح الميه. بيقولوا الميه دي بتشفي من الامراض الجلديه والجيوب الانفيه. العيون الكبريتيه. دي حقيقه؟ حقيقه طبعا. سعيده بوجودي معاك، ومش هتكون اخر رحله ان شاء الله. ان شاء الله. لا اول ولا اخر ان شاء الله، لان فعلا سيوه تستحق المشاهده وتستحق ان الناس كلها تعرف. شرفينا. الله يخليك، شكرا. هندخل بقى على الفندق. الفندق زي ما قلنا كده عباره عن بيت فيه غرف، بيت عيله بمعنى اصح. سلم. ده الفنادق في سيوه. صراحه يا جماعه سيوه تستحق اللي احنا نيجوا. ده الفندق من فوق، الجنينه اللي قدامه. لو دخلنا فندق كده جوه، هو فعلا بيت غرف كتير من تحت، ومن فوق شقتين. ادي شقه وادي شقه. لو فتحنا الشقه دي دي محتويات الأوضة، عبارة عن سريرين، 3 سراير. الأرض هنا رملية. ده المنطقة اللي فيها الفندق. لسه هيكون معانا حاجات كتير طول الرحلة، هنعرف أكتر عن سيوة. الزرع ده طبعا سيوة هنا بتشتهر بأكتر حاجة النخل كتير جدا هنا. حلوة الفنادق اللي على شكل بيت ده. ودي خطة ان البيوت اللي هناك دي كلها هتكون فنادق بعد كده.